باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى، وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا، كيرزقكم وثقكم وخالقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. وإدغام ذي التحريم طلاقا كنا قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا، ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا، فلم تضق نفسا بها رمد وضان وكان ذا حسن ساء منه قد جلا، إذا لم ينون أو يكن تام خطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا، فزحزح عن النار الذي حاه مدغام وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا، خالق كل شيء لك قصورا وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبلا، وفي ذي المعاني تعرج الجيم مدغام ومن قبل أخرج شطأه قد تثقلا، وعند سبيلا شين ذي العرش مدغام وضادا لبعض شأنهم مدغما تلا، وفي زوجت سين النفوس ومدغام له الرأس شيبا باختلاف توصلا، وللدال كلم مرسل ذاك شذا طاف ثم زهد صدقه ظاهر جلا، ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعملا، وفي عاشها والطاء تدغام تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا، فما حملوا التوراة ثم الزكاة قل وقل آتي ذا ولتأتي طائفة على، وفي جئت شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر لادغام سهلا، وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا، وفي اللام راء وهي في الراء وأظهر إذا فاتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغام فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، وتسكن عنه الميم من قبل بائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، وفي من يشاء با يعذب حيثما أتى مدغام فادر الأصول لتأصلا، ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالات كالأبرار والنار أثقالا، وأشمم وار في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، وإدغام حرف قبله صح ساكن عسير وبالإخفاء طباق مفصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشملا.